السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم عندنا بريوش بحشوة الكاسترد والشوكولا. كنحتاجو الكأس حليب دافئ زائد ملعقة كبيرة من الخميرة العجين، ربع كأس من السكر. نمزج الكل جيدا، نضيف ربع ملعقة ملح زائد ملعقة صغيرة فانيليا وبيضة واحدة. نمزج الكل جيدا حتى تندمج جميع العناصر، ثم نضيف 3 إلى 3.5 كوب دقيق منخول. نمزج الكل جيدا للحصول على عجين خفيف. نعجنه لمدة دقيقة، نجمعه ونتركه نتركه يتخمر لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمه. بعدها نأخذ مول الكب كيك، ندهنه بالزبدة، ندهنه جيدا كي لا يلتصق معنا البريوش. كما ترون العجين أصبح جاهز، اختمر للمرة الأولى. نعمله على شكل قضيب ونقسمه إلى أجزاء صغيرة للحصول على كويرات صغيرة. نقطعه بهذا الشكل كما ترون، حجم كويرات صغيرة. نضع الكويرات في المول حتى يكتمل العدد، ثم نتركه يتخمر للمرة الثانية. بعدها نضيف أصفر بيضة مع ملعقة حليب، نخلطهم جيدا وندهن وجه البريوش. في هذه الأثناء نكون قد سخنا الفرن على درجة حرارة 200 درجة. ندخله للفرن. في هذه الأثناء نحضر كريمة الكاسترد، نصف لتر حليب، 3 ملاعق بودرة كريمة الكاسترد أو كريم باتيسير. نضيف 3 إلى 4 ملاعق سكر، نتركها على النار حتى يتكثف جيدا، نحصل على كريمة كثيفة. بعد نطفئ النار، نضيف ملعقة كبيرة زبدة، نمزجها جيدا حتى تذوب الزبدة، ثم نتركها تبرد. بعدما تبرد نزيل البريوش من المول، نعمل ثقب في جانب البريوش، نحشيه بالكريمة على هذا الشكل. بعدها نكون قد ذوبنا الشوكولا، نغمس وجه البريوش في الشوكولا، ويبقى التزيين حسب الاختيار، ممكن بالكراميل أو المربى أو كما تحبون. إذا أعجبكم الفيديو لايك للفيديو وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. هذه بعض وصفاتي السابقة يمكنكم زيارتها. اعملوا سبسكرايب للقناة ليصلكم جديد. لايك أزرق للوصفة إذا أعجبتكم. اشترك في قناتنا ليصلكم الجديد. اشتراككم في القناة يساعدنا.